كي يرحلوا. كم قلت لي أنا لا أخاف فلا تخف، كم قلت لي والشعر جدك وهو جدي وهو بعدك وهو بعدي. يولد الشعراء من أوصاف دنياهم ومن جسد المكان وليس من جسد الكلام. الموت حين يباغت الشعراء يستولي على أقلامهم، لكنه لا يأخذ الأوراق من عظمائهم أبدا. جميل. إذن الموت يأخذ القلم ولا ويترك الأوراق. نعم. نعم. أسماء مهمة، أسماء فلسطينية لها تجارب، وهي أصوات ما زالت ساكنة ومستقرة في ضمير وجدان العربي. غسان كنفاني، ناجي العلي، محمود درويش، إدوارد سعيد، وكانت لك تصلك بهم يعني صداقات جميلة. رحلت هذه الأرواح وبقيت الأسماء والأرقام في أجندتك أو في موبايلك. ماذا بقي من هؤلاء عند مريد البرغوثي؟ أعتقد أن الأسماء اللي تفضلت بذكرها بقي منها تقريبا كل شيء قوي وجميل وفعال في ثقافة هذه الأمة. غسان كنفاني موهبة متوحشة، استشهد ولم يتجاوز 1936، ولم يتجاوز، مولود 1936، لم يتجاوز 36 سنة من العمر. وأنجز كتب رجال في الشمس عمره 26 سنة، شاب في مطالعه. أرسى بداية القصة والرواية الفلسطينية المتقنة أدبيا وفنيا، والتي تحمل أيضا الهم الجماعي الفلسطيني. ومن ذلك التاريخ لم يعد مقبولا إلا أن نكتب رواية فنيا متقنة لكي نقول فيها فلسطين أو الحياة المؤلمة لشعبنا والعنيدة، كما كان غسان كنفاني. ناجي العلي، أنا أعتقد أنه بشكل مجازي يمكن أهم شاعر فلسطيني أنجبته فلسطين هو ناجي العلي. أهم شاعر، لكن أدواته كانت الريشة. وهو أشجع شخص، فرد مر بي من كل من عرفت. إدوارد سعيد ترك صورة المثقف الفعال في مجتمعه، وترك الباحث الفذ الذي أنجز نظرية أرساها في دراسات لاحقة وما زالت مستمرة وموجودة في كافة جامعات العالم، نظرية النقد ما بعد الكولونيالي، بوست كولونيال ستاديز. وفي نفس الوقت تمسك بالثابت في القضية الفلسطينية رغم معيشته في أمريكا ورغم انشغاله الأكاديمي، لكن كانت عينه ترى القضية الفلسطينية من الزاوية السياسية الصحيحة. نعم. محمود درويش بعبارة قصيرة. محمود درويش أحد أهم شعراء العالم، وبالمؤكد أنه أهم شاعر فلسطيني على الإطلاق. رأيت رام الله، كتاب مريد البرغوثي الأشهر. نلتقي بعد قليل. وكأنه إذ مات أخلف ما وعد، وكأننا لمناه بعض الشيء يوم رحيله، وكأننا كنا اتفقنا أن يعيش إلى الأبد. محمود ابن الكل، قالت أمه وتراجعت خفرا لتندفع البلد. يا ويحها حورية، هل أدركت أن البلاد لتوها قد ودعت من كل عائلة ولد؟ محمود نام هنا، ومرت حفنة عبر الحواجز من تراب البروة الممنوع، لانت تحت دهشته ونام. وفوق تل لا يطل على الجليل رأيت غيمات قصار العمر تبدو
ثم تضمرها السماء كأن أبيضها يصاحبه إلى عنوان غرفته الأخيرة. رأيت رام الله، يعني هذا الكتاب الأشهر واللي عليه إجماع بشهادة الكثيرين أنه هو أحسن ما كتب عن رام الله. هل هي رام الله، هل هي طموح لا يهبط إلى الأرض ولا يركن إلى الوقائع اليومية؟ هل هي النص الأقرب إلى البداهة والعصية على التفكير والتفكيك والتفسير؟ كيف رأيت رام الله؟ شوفي، الكتاب مش عن رام الله، الكتاب عن 30 سنة صحيح. بدون رام الله. نعم. وبعدين نعم. الكتاب عن حياة فلسطيني حكم عليه أن يعيش في المنفى. نعم. 30 سنة قرأنا الكتاب. نعم. 30 سنة. فهو كتب غربة الفلسطيني، ثم كتب هذا الكتاب. أقصد أنه عندما يسترد المكان، رغبته في استرداد المكان، هذه رغبة دائما تقريبا تحقيقها مستحيل. يعني كما يقول الكتاب، كأنك في محاولة لرتق غيمتين بإبرة وخيط. لا أحد يرتق غيمتين. نعم. غيمة ماضيك وما تشتاق إليه وترغب في استرداده. نعم. احنا بنستردش المكان، بنحاول نسترد زماننا ووقتنا اللي عشناه نعم. في ذلك المكان. أقصد سيدي الشاعر الرائي. نعم. أنا رأيت رام الله بعين ماذا فعل الاحتلال لإعاقة رام الله ودير غسانة من النمو والتقدم لمدة 30